هل تساءلت يوماً عن سبب الظواهر من حولك؟ يقدم منهج بيكون خطوات واضحة تبدأ بجمع المعلومات وتنظيمها في القوائم الثلاث: الحضور، الغياب، والتفاوت. بعد تحليل هذه القوائم، نستخرج العوامل المشتركة مما يقودنا إلى قوانين عامة تفسر سبب حدوث الظواهر. هذا المنهج يعزز التفكير العلمي القائم على الملاحظة الدقيقة بدلاً من مجرد حفظ المعلومات. كيف نكتشف سبب الظواهر؟ الجانب الإيجابي في منهج بيكون عندما أراد الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون أن يؤسس منهجاً علمياً صحيحاً. أكد أن الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالتخمين، بل بخطوات منظمة تقودنا إلى اكتشاف السبب الحقيقي للظواهر. وهذا ما يسمى بالجانب الإيجابي في المنهج، خطوات البحث في الجانب الإيجابي. واحد، جمع المعلومات عن الظاهرة. إنه ترتيب المعلومات في 3 قوائم. قائمة الحضور نضع فيها الحالات التي تظهر فيها الظاهرة. قائمة الغياب نضع فيها الحالات التي تختفي فيها الظاهرة. قائمة التفاوت نضع فيها الحالات التي تزيد أو تقل فيها الظاهرة. 3، تحليل القوائم واستخراج العامل المشترك بينها. قعد الوصول إلى قانون عام سببي يفسر سبب حدوث الظاهرة. المثال التطبيقي: ظاهرة الحرارة. أولاً، جمع المعلومات. قائمة الحضور: احتكاك جسمين، غليان الماء، احتراق الخشب، طرق الحديد بقوة. قائمة الغياب: الأجسام الساكنة الباردة، غياب الاحتكاك أو الحركة. قائمة التفاوت: تزداد الحرارة بزيادة الاحتكاك، تقل الحرارة بقلة الحركة. كلما زادت سرعة الجسم زادت حرارته. بعد تحليل القوائم، نلاحظ أن العامل المشترك في كل حالات الحرارة هو الحركة. إذن يصل الباحث إلى القانون العام: الحرارة صورة من صور الحركة. الخلاصة الفلسفية: العلم لا يبدأ بقانون، بل يبدأ بملاحظة منظمة وتحليل دقيق حتى نصل إلى السبب. ولهذا فالتفكير العلمي ليس حفظاً للمعلومات، بل بحث عن العلة.